شفت حضرتك وانت بتعرض للاستاذ محمد كتير جدا عن الاقصر وكده. انا لاحظت ان السياحه في البرنامج في صفحه 42 في التنميه القطاعيه حضرتك اتكلمت عن التنميه في 6 قطاعات ما كانش بينها اطلاقا السياحه. يعني لم يتكلم البرنامج في 84 صفحه عن السياحه. انت تعرف يا دكتور ان السياحه بتمثل 15% من الدخل القومي، وانه تراجع 60% بعد الثوره. يعني الان السياحه تمثل اقل من 5%، والبرنامج لم يتطرق. على الاقل البرنامج اللي انا شفته على النت 84 صفحه. انا سامع كويس في كذا. بس من اول صفحه 42 حضرتك كاتب التنميه القطاعيه، الا اذا كنت انا عندي نسخه. لا ده انا عايز اقول لحضرتك عايز اقول لحضرتك ان القطاعات الستة كل قطاع داخله مشروعات تنفيذيه وتفاصيل اخرى. في صفحة انا اتمنى ان ارى الجدول ده هنا عشان حضرتك بس تشوفه. لا ما انا عندي البرنامج. لانه السياحة ضمن الخريطة الكلية واخده حقها جدا جدا جدا. ده حتى لما جيت تتكلم على شرم الشيخ يا دكتور اتكلمت عليها على اساس الكوبري اللي يربط بين شرم وتبوك. لا وانت حضرتك قصدك على سياحه الشواطئ بس؟ لا انا بتكلم على السياحه عموما. انت اتكلمت حتى على كنوز مصر السياحيه ومعرض الاثار، لكن لم تشر اطلاقا للسياحه، لا على فكره الطاقه الفندقيه ولا تعظيم الاستفاده من السياح ولا تعظيم الاستفاده. لا ده يعني قصدي اقول ان من 6 قطاعات حضرتك اتكلمت عليهم من صفحه 42 لم يرد قطاع السياحه. انط لحاجه تانية عشان الوقت، انا مش عايز اخد وقت زمايلي. طب ماشي. طب رد يا فندم، ما يحصلش حاجه. اتفضل انا اسف. معلش رد يا بيه. نعم. مفيش قطاع السياحه بلا سياحه. لا موجود جدا. طب انا بس هقول لحضرتك احنا بنبص على السياحه على انها صناعه السياحه. قطاع كبير. كلمه قطاع دي اصل الكلام. تقول قطاع وتقول قطاعات 6. خلينا نتكلم بلغه ان السياحه كمجال من مجالات التنميه الحقيقيه اللي فيها حوالي 14 مليون مصري بيتعاملوا معاها بطريق مباشر او غير مباشر، اللي وصلت ل 12 مليون سائح. احنا بنقول عايزين نوصل ل 20 و25 في الوقت القريب خلال فتره رئاسيه واحده. اللي فيها سياحه الشواطئ جزء وليست كل الاجزاء. اللي فيها اثار مصر اللي موجوده، الاثار بالثلاث يعني مراحل تاريخيه، القبطيه الفرعونيه والقبطيه والاسلاميه وغيره، وفيها مصر الحديثه. انا حضرتك ارجو معلش كمل يعني حضرتك شويه في القرايه، ستجد تفاصيل كثيره جدا عن موضوع السياحه. سياحه الشواطئ جزء من الموضوع. انا هقول لحضرتك الفندقه والمرشدين السياحيين، البازارات والبيع والمعامله مع السياح، التطوير للمتاحف اللي موجوده واماكن الاثار، انشاء مطارات جديده. طب ننقل يا دكتور. ننقل يا استاذ. انا خايف تكون عندك انت نسخه ما فيهاش الكلام. طب ما تاخد النسخه اللي عندي احسن. لا انا جايب النسخه من على موقعك على الانترنت. دي نسختك يا دكتور.